السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في حلقة جديدة لعالم صناعة المحتوى. وضيفنا النهاردة صانع متميز من صناع المحتوى ومحتواه مختلف تماما عن أي نوع ممكن تشوفه على السوشيال ميديا أو حتى بره السوشيال ميديا بصراحة. ضيفنا هو زعيم قبيلة الزغاليل زي ما نقدر نقول عليه النهاردة كده، وهسيب له فرصة التقديم من غير يعني كلام كتير قوي. معانا حازم. أهلًا ازيك يا وسهلًا، حازم، الحمد اخبارك ايه؟ لله، عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل، الحمد لله. حازم مبتكر قصة زغاليل من الألف إلى الياء، ولو شبهته على الصوت هتعرفه يعني لسه لمّا الأزمة. الصوت يظهر شوية. لما الصوت يظهر شوية مع الوقت هتعرفه هو مين من قبيلة الزغاليل. ازيك يا حازم، عامل ايه؟ الحمد لله، إيه الأخبار؟ أخبارك ايه؟ الحمد لله أنا مبسوط والله. آه، والله منورنا النهاردة. والله بنوركم والله. وعاملين حاولنا نعمل سيتنج مختلف ان احنا ناخد المخدة على رجلينا، يعني ده مش العادي بتاع حلو الضيوف آه، تقريبا، عشان نعمل فصل مدّيها ما هيبة بين. كده للواحد. صح؟ آه. عشان نعمل فصل ما بين لون البناطيل المشابه اللي احنا لابسينها، مش عارفين هتيجي ازاي في الكادر يعني. اخبارك ايه؟ الحمد لله، تمام. الحمد لله كله حلو. زغاليل مشروع جميل وعاجب الناس وعاجب الاودينس او عاجب الجمهور الكبير قبل الصغير. الحمد لله. وربنا يبارك يا رب، يعني طرح جميل ونقدر نقول عليه يعني مورال كونتنت، دايما محتوى اخلاقي مهذب، لذيذ بيسلي وفي نفس الوقت يتحب كده لله في لله. والله بنحاول يعني، ده اللي صح. إحنا كنا بنحاول نعمله، ويعني أعتقد إن إحنا بدأنا ناخد خطوات فيه، لسه شايف إن إحنا ما نجحناش بشكل كامل يعني، ولكن لغاية دلوقتي إحنا راضيين أوي عن اللي وصلنا له الحمد لله. الحمد لله. نادرًا ما بتظهر في أي برامج، ولكن يعني أنا في البداية حابب يعني بجد أثني على الجزئية دي جدًا، 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 وعلى راسي إن أنت يعني لأ ده والله قررت ده تبقى معايا في حلقة لأ عن ده صناع ما مش محتاجة المحتوى يعني. قرار دي على طول والله الله بدون يكرمك يا رب تفكير يا حازم. يعني والله. الله يخليك. خلّينا ناخد بقى الحدوتة من مرحلة ما قبل زغاليل، آه. ونعرف بقى يعني إحنا اتخرّجنا الماضي منين. الأليم. الماضي القديم إيه يا راجل، مش أنت أليم لأ، 25 مش سنة، ده أليم أنت خالص لسه والله، بتقول لي الماضي كله ما حلو يعني. لحقناش يبقى في ماضي عشان يبقى قليم يعني. الحمد لله. الحمد لله. اتخرّجنا من كلية إيه هندسة واشتغلنا عمارة، فين؟ جامعة المنوفية، تمام. و وكنت دحيح، كانت ما حياتي شاء كلها عبارة الله. عن مذاكرة يعني حتى تمام. ما قبل الكلية يعني، حلو الكلام ده. ولكن كان صناعة المحتوى والرسم وكده كان هي بقى الحاجة الجانبية. حلو. بدأتها من 2016 تقريبًا. تمام. لكن الرسم نفسه من وأنا صغير يعني، لكن أنا كنتش عارف أنا عاوز إيه. شوية، شوية اكتشفت إن أنا حابب أكتر من فكرة الرسم، هو إني يعني عايز أوصّل حاجة، يعني عايز أعمل حاجة سواء بالرسم أو بغيره يعني. ف فده اللي سميناه بعد كده صناعة محتوى. بس كانت دي حاجة على جنب خالص جنب عمارة، بس طبعًا عمارة كانت واخدة كل وقتي. لأن أكيد. أكيد الطلاب اللي عارفين يعني عمارة هو مجال عملي جدًا وعلى طول مشاريع وعلى طول سهر وعلى طول، فما كانش في أصلًا طاقة إن الواحد يفكّر في حاجة تانية لو هو عايز يبقى شاطر وعايز كده. فأنا كان تركيزي أكتر في الكلية، بس طيب يعني فكرة إن أنا دحيح في الكلية وده على غير المعتاد آه، في يعني قُل لي بقى. بشكل كبير. تمام. يعني نادرًا يمكن بنصادف في الحتّة يقول لك أنا creative، فcreative مش لازم كنت إن أنا دحّيح. أذاكر وأتعب، فأنا يعني عارف لأ، فنان هو بوهيمي. عشان عمارة برضه هي فيها حتّة فنية شوية، يعني المذاكرة النظرية فيها مش كتيرة، اهم. هي الشغل معظمه في الprojects والحاجات وبتاع، فيها حتّة فَن شوية، فيها حتّة إزاي بتقدر تقدّم، يعني في presentation skills وكده. ف يعني كان الواحد بيحاول يركّز على الحتّة دي، لكن المذاكرة نفسها ما كانتش كتيرة، كانت الجانب اللي هي الأقل شوية. طيب كنت دحيح بداعي إن أنت حابب عمارة وعايز آه، مثلًا ترتّب على الدفعة فتبقى معيد كنت أو تشتغل في آه. شركة كبيرة. هو أنا كنت متعوّد أبقى أذاكر، يعني عمومًا يعني ما كانش تمام. مثلًا هدف إن أنا أبقى مُعيد، على قد ما أنا هدف إن دي حاجة أنا متعوّد عليها من وأنا صغير، المفروض إن أنا باذاكر. هي المفروض أنا باذاكر. شاطر وباطلع الأول، باقعد في وباسرّح أول شعري على جنب، بالضبط سرح وبارفع شعري على جنب. البنطلون يعني دي الcharacter بتاعتي من وأنا صغير، يعني كنت بالضبط. بنضارة كده. فعلًا؟ آه، لا والله. فكنت اللي هو الشخص ده. تجيب شعرك على جنب وقاعد في أول صف كنت يعني السؤال كنت مش جميل سؤال خالص. بترفع إيدك. إيه؟ باقول لك سؤال مش سؤال في الفصل بترفع إيدك، يعني لازم. لأ، يعني صح. كان المدرسين بيحبوني وبتاع وكده يعني، ما فكنت الcharacter دي. دايمًا بيحبّوا الدحيح آه. الشاطر ف وعشان كان عنصرية برضه، أنا كنت ملوّن شوية وأبيضاني وبتاع،
فدايما الطفل ده بيبقى مميز يعني في هو لاحظ ان كلامك جارح، يعني احنا الاثنين الموضوع لاطش فينا، بس ما لا احنا علينا يعني. ملونين زي بعض يعني. عانيت من نفس الموضوع. فهما بتبقى في عنصريه شويه بصراحه. الواد الحليوه بتاع الفصل يعني. اه، ده حازم، ده استحاله يطلع منه ممكن ابقى آه، غلطان عادي، بس لا ده حازم يعني. بالظبط ده، اه بالظبط. حليوه يبقى مؤدب، اه معروف. اه، بس انا كنت صح. طيب والله وانا صغير يعني. ف... فانا كنت بذاكر يعني، دي كانت حياتي وكملت معايا في الجامعه، تمام. وكان تراكمي التاني على الدفعه يعني ما شاء الحمد الله، لله. ما شاء الله. والحمد لله اني ما اتعينتش يعني. لو كنت اتعينت كنت ما كملتش في اللي انا بعمله ده. طيب انت خلصت وطلعت بقى لعالم اه السوق. الكارير بقى والسوق بقى امم وهتشتغل بقى. اه ايه الحدوته؟ اشتغلت يعني ازاي؟ قعدت سنه بالظبط بشتغل يعني تمام. 11 شهر وشويه. حلو. وكانت تجربه حلوه والله يعني، كانت تجربه مختلفه، بس هي كانت مختلفه تماما عن عن الكليه. وعموما اصلا يعني دايما بيبقى في مشكله في الكليه وسوق العمل يعني، تحس ده عالم وده ده عالم تاني انت خالص. بتطلع تلاقي حاجه تانية خالص يعني يعني. المهارات اللي سوق العمل عايزها احنا مش بندرسها في الكليه، ومش محدش صحيح. بيركز عليها في الكليه. ف... وفي نفس الوقت انا كنت بدأت بقى انجح شويه في زغاليل واتشهر ويعني ابدا احس ان هي ممكن تجيب لي فلوس مثلا او كده. فقلت بس انا اخد ريسك، عشان لو ما عرفتش اخد الريسك المره يعني الفتره دي في حياتي، وانا لسه مش خاطب ولا متجوز ولا كده ولا عندي عيال، مش هعرف ايوه. اخد الريسك ده اصلا. انا اساسا شخص يعني ايه، مش ريسكي يعني. ف... ف... فقلت هاخد التجربه دي واشوف، والله ظبطت الحمد لله، ما ظبطتش هرجع تاني بقى للايه. للوظيفه العاديه. اه طب انت ابتديت زغاليل امتى اساسا؟ يعني من بدأت كلامك 2020 من كورونا. من الكورونا، اه فتره الكورونا بس 2020. قبلها كان في بقى يعني 4 سنين صناعة محتوى متفرقة يعني برضه، بس امم كانت مركزة على الكوميكس يعني. انت بتفكر في زغاليل من وانت في الكليه، ولا من بعد التخرج، ولا يعني امتى هو يعني هي كانت المرحله الفعليه ليها امتى؟ ساعات كده آه، الموضوع بيبقى فكره هي فجاه. يعني لا هي زغاليل بدأت وانا في اخر الكلية شوية يعني، كنت في النص التاني من الكلية. تمام. ما قبلها بقى انا كنت بقى يعني كنت بعمل برضو كوميكس، وكنت يعني الحمد لله كانت في حاجات برضو مشهورة يعني ناس كتير بتشوفها وكده. لكن ما كانتش بشهرة زغاليل يعني دلوقتي. فانا بصراحة ما كنتش عارف انا عايز ايه بالظبط يعني. دايما بقول ان الطريق بيظهر لما الواحد بيشتغل يعني، صح، صح، تاخد الخطوة كده صح. فالطريق يظهر على طول، لكن مفيش حد بيبقى عارف بالظبط هو هيعمل ايه. اينما تبدا الرحله يظهر اه المعلم. ايوه حاجة زي بالظبط كده كده. بالظبط. فبس انا كنتش عارف بالظبط ايه اللي انا هعمله وهكسب فلوس منين مثلا انت والحياة تبقى عاملة ازاي والشغل يبقى عامل ازاي. بس عايز تفيد من، يعني انت يعني ده كان زغاليل، فعلا الأولوية. صح دلوقتي يعني. الأولوية الفلوس يعني. صريح يعني، بس حلو، حلو لا الوضوح. والله، لا لا، الفلوس رقم 2 والله يعني، بصراحة يعني. يعني اكيد. لكن الأثر يعني لما بشوف مثلا فعلا، بالذات لما الموضوع بدأ يبقى فيه أطفال بقى بيتابعوا، فالواحد بيحس المسؤولية يعني. الكبار عادي، الكبار ما عملت حاجة مش هيتأثروا بيها قوي يعني، تمام. مع ان الحمد لله بيتأثروا. لكن الأطفال بقى هما بينتموا قوي للحاجة وبيبقوا لويال قوي. جدا. و... و... ومثلا انت بقى لو عملت حاجة غلط، هما يا اما هيتصدموا فيك، يا اما هيقلدوك، يا صح. اما يعني المهم ان النتيجة مش حلوة خالص مع الأطفال. فالموضوع لما بدأنا نحس ان في أطفال وشريحة كبيرة قوي بتتابعنا من الأطفال، آه... لا بدأت أحس بشعور حلو كده. طيب إيه اللي يخليك تسيب شغل بابو فلوس اه وتاخد ريسك في حكايه؟ الحكايه ولسه دي ما جابتش حاجة مش لسه ما جابتش، انت حتى واضح ان ما كنتش عارف هي هتجيب ازاي. دي حقيقة. طب يعني عملتها ازاي؟ يعني انت كده ما هو ده الريسك بقى يعني، آه، هو ده الريسك. هجرب وخلاص ورزق على الله. ويعني هو اللي خفف شويه الريسك ده ان هو فعلا ما كانش عندي مسؤوليات قوي. تمام. يعني انا متخيل لو انا متجوز او مخلف ما اعتقدش كنت خدت الريسك ده بصراحه آه، كشخصيتي يعني. لكن انا كنت يعني حوشت شويه فلوس من الشغل، من السنه اللي اشتغلتها، ويعني الحمد لله الدنيا كانت كويسه يعني الحمد لله ما كانش. فالريسك كان اقل شويه، ولكن هو كان مختلف عن طريقه تفكيري طول حياتي يعني. طريقه تفكيري هي عاديه خالص يعني، ما فيش اي طرق جانبيه باخدها يعني، على طول مدرسة جامعة شغل خلاص يعني المفروض. وحتى لما خلصت يعني طلعت من الشغل، انت خدت الكارير في مشروعك الشخصي اللي هو صغير، وابتديت بقى خلاص انا همشي فيه برضه اه بنفس اللاين. ايوه لا هفكر ارجع ولا هروح، انا مكمل فيه. الحمد لله يعني طيب لما بدأت فيه كده حسيت لا انا خلاص، انا فعلا ده اللي انا عايز اعمله يعني. نخش في حدوتة زغاليل نفسها. اه طب انت عايز شاي تاني بعد الشاي اللي انت خلصته قبل والله الحلقة؟ لا حلو كده. يعني احنا في الاعداد والله هعمل لك شاي نشربه سوا، لا لا. بس انت شربت الكوباية قبل ما نخش في الحلقة.
لا، لا، ما فبقت ما ده النتيجة إن أصلًا أنا مش الشاي عارف أشرب كوبايتي لإن بعيدة، لأ بعيدة يعني عن دي برضه مشكلة تانية عندنا في الإعداد إن بُص ما فيش مش جايبة يعني، دي محتاجين أزمة صح؟ لازم نقطع محتاجين الحلقة. طيب عايزين نخش في الموضوع بتاع زغاليل إمم. دايركت ونتكلم فيه الاسم جه منين الاسم والالوان والكاركترز هو حدوته ابتدت ازاي آه، مشيت هو ازاي بقى. هو الاسم أولًا زغاليل دي اللي هي صغار الطيور، وصغار يعني حتى في المُعجم لو شُفنا هنلاقي إن الأطفال الصغيرين ممكن يطلق عليها زغاليل، المفروض عليها زغلول زغلول بضم الزاي بقى. تمام. ف فهو الconcept أصلًا هي العصافير الخضرا الكتاكيت البطابيط الصغننة دي. فبس فهو الاسم جه من هنا، character البطل اسمه زغلول، والcharacter الأكثر جماهيرية هو ألأس. اساسي. ألأس ما كانش اسمه كده في الأول بالمناسبة، كان اسمه قلقاسة. والاسي يا نهار ابيض. بس لقيت الناس يعني بتتلخبط، أنا كان في زغلولة، اه فأنا ما كنتش عايز يبقى زغلوله يحط في تاء والقاسه، مربوطة في الآخر. هيبقى بنوته آه، برضو يعني زغلوله فقُلت والقاسه فلقيت واحدة في الcomments كاتبة إيه ألأس الجميل ده، بتدلّعه يعني. اه تمام، أنا ما أعرفش هي نطقته إزاي، هي كانت كاتباه يعني. يعني فقُلت أنا عاجبني القاف لام قاف سين دي يعني. بص هي بس القلقس بالظبط الناس كده. كانت فاكراها قلقُس قبل ما نعمل فيديوز وننطق الاسم، كانت اكتشفت إن هم كانوا بيقروه قلقُس. والقوس اصلا بس لأ، هم دلوقتي حفظوا ألقَس يعني الحمد لله، ما أعرفش فكرتش الاسم ده يعني إيه الاسم ده أصلًا. القس بس يعني جات لي الحمد معاه لله بس هو الناس حبته يعني. هي جايه معاه يعني تحس هي هي بتاعته. سبحان الله. طيب الكاركترز عامة فكرة الكرييشن نفسها، يعني أنا شخصيا مقتنع في فكرة الكونتنت كرييشن إن ما فيش حاجة بتطلع من العدم، يعني أنت آه، بتكريت الشخصيات بناء على ريفرنسز. آه، فأنا يعني ما كنتش اتشرفت بيك قبل كده، بس أنا أول ما قعدت معاك يعني حسيت إن أنا حتى أنا بقول لك هو أنت من نفس الكاركتر العالم. زغلول هو نفس آه. الطريقة بالعقل والله بمحاولة أنا الفرملة في بتاعتي. يعني أنا باحس إن في حد فينا هو لسه في كده جانب طفولي، ممكن بيتكسف شوية يظهره، خصوصًا إحنا الشباب الرجالة يعني. لكن أنا بافرح أوي لمّا يبقى في راجل بشنبات كده وممكن مثلًا حتى بعيدًا عن زغاليل يشوف مثلًا فيديو لقطة والّا بيبي بيضحك والّا بتاع، هيبقى مبسوط يعني، هو البيبي صحيح. مش بيقول نكت ولا حاجة، بس أنت بتحس بشعور حلو يعني. بالظبط ف بتبتدي شخصيتك تتغير مع يعني أنا باحب تتفاعل مع لمّا البيبي. يعني بافرح أوي لمّا لأن طبعًا هو معظم المتابعين بنات، يعني 70% بنات. فأنا باحب بقى ال30% دول كمان بالذات، لأن دي مش حاجة مُتعارف عليها أوي في الشباب إن هم يتابعوا أولًا محتوى شبه كده، صحيح. فيه جانب طفولي شوية. فأنا باحب ده، فأنا حسيت إن جوايا جانب طفولي لسه ما عبّرتش عنه بالشكل الكافي في حياتي. يعني قررت تطلع دخلت في حياة منها. الكبار على طول. ف فحسيت إن أنا محتاج أعبّر عن الجانب الطفولي ده يعني. فأنا حسيت فعلًا يعني الناس بدأت تقول إن أنا شبه الشخصيات، ما أعرفش إزاي، شكلًا حتى يعني يا جماعة أنا شكلًا مش أخضر والله. ما يعني التيشيرت أهو أنت جاي ماشي تصور يعني التيشيرت loyalty للبراند بشكل آه، كبير أوي. بس يعني فشوية، شوية لقيت فعلًا إن أنا باطلّع حاجات أنا ما كنتش أعرفها عن نفسي في الشخصيات. صح وreferences يعني أنت ممكن تبقى شُفت قبل كده إمم. شخصيات تحس مثلًا إن الcharacter الفلاني فيه شبه من حد صديق ليك مثلًا أو حاجة زي هو أنا كده؟ كان يعني مشهور عني إن أنا يعني في وسط الأحاديث الجادة أنا باقوم باهزر في النُص، يعني ما باعرفش. طالع بإفيه كده. آه. يعني أنا شخص هادي، يعني أنا شخص مش ما بيبقى صوتي هادي وما باتكلّمش كتير، بس أنا ما باعرفش أتكلّم جَد كتير. يعني الموضوع فباحس مرهق. إن يا جماعة لازم في النُص كده يعني تقلش والله. يعني حتى في مشروع التخرُّج مثلًا، والله العظيم. قصاد الدكاترة يعني لولا إن يعني اللي كان بيعمل لي المشروع دكتور يعني، كان الحمد لله إن هو في حاجات ما سمعهاش بس. أنا قُلتها بس هو ما خدش باله منها، الحمد لله كان هيسقّطني مثلًا. بس الحمد لله والله كان في ناس كتير يعني اللي صادفتهم كانوا بيتقبّلوا فكرة إن أنا أهزّر كده. القلشة مقبولة يعني زي ما يعني بنقول. برضه أنت بتحاول تنتقي يعني قلاشاتك، يعني مش القلاشات. كل الناس هتفهم بنفس الإفيهات. طيب الdevelopment أو عملية التطوير بتاعة المحتوى نفسها، المحتوى كان في آه، الأول مكتوب آه. إفيهات كان وحاجات comics بس، كان كوميكس بس صور بالضبط بس كده. كده وposts على الفيسبوك وبتاع وكده. بالضبط، آه، وبعدين الموضوع ابتدى إن هو يختلف شوية، وابتدى آه، إن هو يبقى يعني ياخد خطوة جريئة، آه، وتبتدي الكاركترات دي تتكلم. آه، الموضوع ده يعني أنا بالنسبة لي مثلًا باواجهه في الكتابة فكرة إن أنا لو كتبت محتوى بيبقى الناس حاباه وبتقراه حلو جدًا، لكن أمّا لو تسمعه جيت بقى. بقى الناس لو سمعته إمم، التفاعل اكتشفت إنه كان مختلف تمامًا، ردود آه. الأفعال مختلفة تمامًا. أنا كنت خايف جدًا بقى، لأن آه. أنا أصلًا يعني في كل خطوة باخدها في زغاليل بابقى حذر جدًا،
بابقى خايف جدًا، يعني حتى قبل يعني أول ما بدأنا نحوّل الموضوع من كوميكس، هي الكوميكس لسه بتنزل بس بقت أقل أكيد، التركيز أكتر بقى على الفيديوز والreels وكده. فبداية الأصوات الشخصيات أنا كنت قلقان، يعني كنت قلقان هل الناس هتتقبّلها أو لأ، لأن كل ما عملت ملامح أقل للشخصية، كل ما الناس بدأت تنتمي أكتر. صحيح، يعني أنا الشخصية دي مش عارف صوتها، فممكن أنتمي ليها أكتر من إن أنا لو عارف صوتها كمان. صحيح. الشخصية دي ما لهاش ملامح في الشكل كتير، فأنا قادر أشوف نفسي فيها وقادر أحس إن أنا بسيطة، آه، الجانب البسيط، واخدة جانب بسيط قلّلت منِّك. المحددات بتاعتها، اهم. فبقت لايقة على ناس كتير. فكنت خايف من موضوع الصوت ده، بس كان لازم، لأن الفيديوز طبعًا يعني هتخلّينا يعني نناقش أفكار أكتر وننتشر أكتر. فالناس صح. عجبها جدًا الأصوات وعجبها جدًا الأداء وكده. بس الموضوع مُكلِّف في البداية، أنت كنت لأ مش يعني مكلّف أفتكر ولا حاجة طَب والله. سؤال، لمّا أنت كنت بتكتب السكريبتات وبتصوّر، أنت قُلت أنت بترسم قبل كده يعني، آه، فبالتالي هي الموضوع الكوميكس لغاية تمام. دلوقتي أنا اللي بارسمها برضه. هي تسلم إيدك قبل أي حاجة. بالأفكار برضه أنا أفتكر الموضوع تمام جدًا، بس لو جينا بقى لحتّة بقى تكلفة التصوير في الإستوديو الكلام ده كلّه، آه. فأفتكر إن ما عندناش الشِق بتاع الأرباح اللي في بس ما كانش يعني في في تصوير البداية. ولا حاجة، يعني إمم. تقصد حضرتك تسجيل يعني التسجيلات والحاجات دي، هل آه، يعني مثلًا آه. يعني تكلّفت مثلًا بعض المصاريف لحد لمّا الproject ابتدى يعني ما كانش يقول ده معاك؟ يعني كان بصراحة كان الأساس. أصل أنا يعني مش لازم كانت في استوديو، يعني يعني ممكن الواحد يسجّل تحت بطانية أصلًا. تحت بطانية ده هتعزل الصوت والله. تمام. يعني حتى كنت باكلّم مهندس صوت في الأول، قال لي: "مش لازم تيجي الإستوديو في الأول، أنت ممكن تسجّل لو معاك بس موبايل حلو شوية، اهم. سجّل تحت بطانية." تمام، وابعد شوية المايك عن بُقّك عشان نَفَسك. تمام. تمام، والصوت هيطلع كويس أوي، هنضبّطه بس شوية هننضّفه وكده وخلاص. دي حاجة ففي حلوة حاجات أوي. كتيرة، في حاجات لغاية دلوقتي أنا مسجّلها تحت البطانية يعني. technically والله يعني دي ماما جديدة تخش بالنسبة لي عليَّ إن الأوضة أنت تلاقيني حاطط راسي تحت البطانية كده باسجّل خلاص يعني. حازم بيشتغل. هو فبيبقى نايم لأ منظر غريب بيشتغل شوية تحت البطانية. ف فلأ يعني هو أصل اللي بيبقى عايز حاجة وحاببها، حتى لو هيعملها. معهوش التكلفة آه. بتاعتها، وحتى لو صح. يعني كده هو بيتشقلب وبيعملها يعني. صح. حتى صح. لو مش طالعة بالquality، أصل في الآخر يعني كان برضه يعني اللي كان بيعطّلني كتير إن أنا عايز الحاجة تطلع حلوة أوي. مش تمام. شرط خالص، يعني ابدأ بس كده واعملها كده جايز تطلع حلوة، يعني مش شرط إن هي تبقى في مخيلتك زي ما أنت عايزها بالضبط. ما أنا باتكلّم برضه إن إحنا بنتكلّم على مراحل صناعة المحتوى، آه، وما شاء الله أنت بسيط، يعني اللي هو الحمد إيه، لله. يعني يعني بأمانة ربنا لو جِبت حد النهارده خد الproject بتاعك كreference هيقعد بقى يحكي أنا عايز برنامج عامل إزاي في الرسم، وعايز مش عارف إيه عشان أرسم بيه، واستوديو عامل إزاي علشان أعمل صوت لأ زي هو ده. إحنا كان يعني كانت الأفكار نفسها هي فعلًا والله مش كلام وخلاص، بس فعلًا هي كانت أولويتنا يعني. وكنا بنحرص أوي، أوي، أوي على الجمهور هيستقبل ده إزاي. تمام. شوف الinsights كويس أوي، مين اللي بيتابعنا وبنات والّا ولاد سنّهم قد إيه يعني target audience ده أنت دقيق آه، فيه جدًا، آه بيفرق جدًا، معاك. يعني دي كانت وما زال يعني. في محتوى غيّرته بناءً على آه جدًا، كتير، الميول بتاعة الجمهور كتير، بتاعك؟ كتير، كتير. يعني هو فكرة أصلًا إن هو يبقى يعني مثلًا البنات بتتابعنا أكتر، ده بنحاول نركّز مثلًا على الحاجات اللي فيها مشاعر أكتر شوية، آه. مثلًا. فكرة إن هو مثلًا لو عايزين نستهدف طلبة جامعيين، لكن مثلًا أنا اتفاجئت مؤخرًا، مش مؤخرًا أوي يعني، من فترة كذا شهر كده، إن مثلًا تِلت المتابعين من الأمهات مثلًا. يعني آه. في أمهات اللي هي آه. أمهات صغيرة، ليها أطفال وكده، فده إحنا ممكن طب ما نستهدفهم KG1 أمومة، لسه عندهم يعني مثلًا بيبي بقى له بالضبط. سنة، سنتين، ف 3 كده. فلأ، يعني هو ده بيبقى هَمّي إن أنا دلوقتي في جمهور أنا باحُط نَفْسي مكانه في كل كلمة، يعني كل كلمة والله مش باقول كده وخلاص، بس فعلًا بنحاول نشوف الناس هتتقبّلها إزاي، هتستقبلها إزاي. ف فده اللي كان موجّهنا بصراحة، مع إن إحنا نعمل حاجة نضيفة، نعمل حاجة ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش مكسوف، ما فيهاش إيحاءات، ما فيهاش شتايم، ما فيهاش clean content. كده يعني حاجة كده، دي كانت برضه أهم حاجة عندنا بصراحة. مد لكن يعني يعني برضه أنا يعني للأسف أنا مُتعب شوية للteam. لأن أنا محنتف، يعني في حاجات باعدّلها كتير. فأنا من مكاني هذا أحب أشكر الteam. الشقيان والله معانا. والله شقيان وقد المسؤولية بصراحة يعني. طيب الteam ده اتكوّن إزاي، وابتدى منين، وبقى مين والله دلوقتي؟ إحنا team صغنّن، حلو. team لذيذ كده جميل. تمام. صديقي خالد حسن هو حاليًا يعتبر أقدم واحد دلوقتي، وهو المسؤول عن الanimation. هو شخص جميل، باتمنى له التوفيق يا خالد. تمام.
فهو انا والله من اهم المعايير اللي كنت بستقبل بيها اي حد ينضم لينا، هو انه يبقى شخص طيب. شخص طيب، اه، حلوة دي، شخص ايه؟ حلوة دي، حلوة شخص طيب. شخص طيب، يا شخص متربي كده. إمم. يعني عموما انا بحب الناس دي، حتى لو ناس مثلا محترمة اصل يعني. الشطاره آه، هتيجي مع الوقت، يعني حتى صح، لو هو نص نص صح، مثلا. عموما يعني الشطاره بتيجي مع الوقت، لكن هو لو شخص طيب نفسه، قلبه حلو كده ونضيف، دي ما بتجيش مع الوقت. يعني دي لازم يبقى الشخص كده. صح. وعشان ده بيطلع احنا في الاخر بنعمل محتوى يعني رايق كده وكيوت شويه وبتاع. لو هو اللي بيشتغل عليه ناس متنشنه وناس رخمه، مقفّل ومتعصب هيبان ده. وبتاع هيبان ده في الشغل. احنا بنتخانق aggressive طبعا شوية. وبنتعصب قبل أكيد، التسليمات وكده، أكيد. بس هم بيستحملوني الحمد لله يعني. الscript writers بالذات، اه، أنت ممكن أنت معاك staff ثابت في الscript writing والّا freelance مثلًا؟ لا، يعني بيبقى فريلانس، ولكن في ناس طبعا ثابته زي هبه، وفي الحمد لله يعني في كذا شخص هينضم. هبة مدين. هبه مادي. هبة اه، انت مدين، عارف هبه مادي. يعني والله من الناس اللي يعني من أول لمّا شُفتها وشُفت شغلها حتى من قبل ما تنضم ليك، اه، يعني هي يعني هبة لمّا تقابلها هي على لايق الطبيعة عليها هي نفسها character، يعني هي هبة لوحدها حدوتة. اه، هي شاطره جدا ما شاء الله. آه، ف لكن انا برضو يعني يمكن عشان انا يعني انا صنايعي في الاول في الاخر. انا بحب أيوه. يعني. دي برضو يعني الفكره دي عطلتني كتير، يعني للاسف اني بحب اعمل كل حاجه بنفسي. هتجيب حد يكتب بدالك هيطلع دمه خفيف، الإفيه دي حلو يعني انا مش عشان حلو. اوصل لمرحله ان اجيب حد آه، يساعدني في الكتابه وكده، دي كانت اساسا حاجه اعجاز بالنسبه لي. كنتش متخيل ان انا هوصل للمرحله دي. انا ما الdelegation بحبش ده. حد يساعدني اصلا. آه، يعني احب اعمل كل حاجه بنفسي. انت مش هتفهم اللي في دماغي، انت مش هتعمل. انا عايز اعمل كل ابقى ماسكها، بس ده طبعا ضد التوسع. يعني مش هقدر صح، اتوسع كده. صح، مش هقدر يعني عايزين انتاجنا يبقى اكتر، عايزين نستهدف ناس اكتر، عايزين نعمل حاجات اكتر. مش هقدر اعمل كل حاجه بنفسي. صح. فبس بصراحة أي حد إحنا بنستعين بيه باكتشف إني كنت غلطان في الفكرة دي. لأ، في ناس فعلًا لازم تدّيها فرصة، وأنت في الآخر مش دايمًا هتبقى صح، ومش دايمًا هتبقى دمك خفيف، ومش دايمًا هتبقى محتاج. أنت يبقى في وجهات نظر مختلفة يعني. طيب كُتّاب الscript أنا عارف إنها مأساة، يعني إن السكريبتات السكتشات بالذات آه. دونًا عن أنواع كتيرة من كتابة المحتوى، تبقى بقى إيه، عاملة زي القنبلة، يا تفرقع معاك بضحك، يا يا تصيب يا تفرقع تخيب. معاك بغلاسة، آه. تحس إن أنت سمعت الإفيه من هنا وصوت صرصور الحقل بقى يعني. إمم. ف والله هو يعني أنا باشوف إن يعني الرَك مش على الإفيه على قد ما هو الرَك على الموضوع. بس لازم يعني يضحّكك أنت الأول والّا تحس أنت ضحكت من آآ الإفيه؟ بيضحّكني أنا والّا لأ؟ هي ممكن في حاجات أنا بارتجلها أثناء التسجيل نفسه تضحّكني أنا، لكن الكتابة أنا خلاص بقى كتبتها مثلًا وعارفها خلاص مش مش هتضحّكني يعني. هتضحّكني تاني خلاص أنت. يعني لكن بابقى عارف مثلًا إن هي إن شاء الله هتضحّك الناس. يعني في حاجات بابقى عارف إن هي هتضحّك الناس. لكن أقصد إن هو دايمًا يعني الكتابة حتى في الكوميديا بيبقى الرَك نفسه على الموضوع نفسه. صح، الموضوع لو حلو خلاص، يعني هتلاقي الإفيهات جاية لوحدها أصلًا، ولو ما فيش إفيهات ما فيش مشكلة أوي. يعني الموضوع لو حلو ودمه مش تقيل، يعني المهم يبقى دمه مش تقيل بس. دمه مش تقيل ده حاجات كتيرة ممكن تتعمل. إن هو ما يبقاش بينظّر على حد، إن هو ما يبقاش بيسخر من حد مثلًا. أو آه، بيجرح حد، أو بيتريق على حد، ده حتى دينيًا وأخلاقيًا قبل أي حاجة. صحيح، فهو ده كافي أصلًا. يعني حتى لو ما فيهوش إفيه واحد، في حاجات كتيرة الحمد لله reels جابت ملايين المشاهدات وما فيهاش إفيهات خالص يعني. صحيح. بس هو لطيفة. طب كأنك بتعامل شخص محترم. شخص محترم ده مش بيضحكك، صح، بس على الأقل هتقدّره. صح، صح. فهو ده فالرَك على ده. صح، هو الجميل في المحتوى بصراحة إن هو دايمًا يعني بجانب إن هو بيحمل طابع أخلاقي، وهو يعني راقي قبل الحمد أي لله. حاجة. الحمد ده لله إن كان هو تحدي كمان والله. والله لا والله فعلًا يعني دي حقيقة. الحمد لله. فكرة إن الناس كانت يعني ظالمة دايمًا أو حاصرة فكرة الentertainment content أو فكرة المحتوى الترفيهي في حتة إن لازم يبقى فيه حتة كده مش حلوة آه. علشان الناس تضحك وخصوصًا والناس. للشباب. آه، يعني آه، إحنا ده يعني صحيح. في حاجات كتيرة أوي، أوي غلط. يعني مثلًا حتى في الأغاني مثلًا. بس في حاجة، بس عمومًا في المحتوى في إما يعني مثلًا سخرية، إيحاءات، شتايم، نرجسية. نرجسية، تنمر، الكلام يعني حاجات كتيرة أوي، أوي غلط. اهم، يعني ولو خصوصًا لو طفل شافها، الطفل بيتأثّر جدًا. جدًا. ف ف إن تعمل حاجة تحاول إن هي تضحّك الناس بدون الحاجات دي صعب جدًا. أنا بصراحة وأنا باكتب في حاجات هتبقى لايقة عليها أوي لو حطيت شتيمة وهتضحّك أوي، بس بس مش مش هينفع. وِحِش، مش يعني وِحِش. هي اهم، حتى لو عشان الناس عشان ربنا يعني. ما بالضبط كده، صحيح، والله صحيح. حاجات لو مثلًا اتريق على حد هتضحّك جدًا.
يعني في حاجات كتير قوي مثلا ايه يعني لو شخصيات تريقت على التانية مم. باسلوب زياده شويه، تمام. بس بلاش اقعد اقول بلاش. يعني ضميري بقى بيأنبني بقى ومش عارف ايه وكده، وبقعد يعني احنتف شويه في حاجات تبقى اوفر بصراحه يعني، بس بنحاول قدر الامكان نخلي فعلا حاجه نظيفه. طب بالنسبه لك بطل الجماهير في القصه من الشخصيات مين؟ الاكثر شعبيه الأس. الألس صح، يعني الإفيه دايما رايح على ناس حته كتير ان يعني المفروض تسموا الكونتنت ألاقيس. مش زغالين. مش زغاليل. هو بيبقى الموضوع معتمد على ان عندك كاركتر عاقل اه هو اللي بيحاول لازم يفرمل وهو اللي زي بيستقبل زي الكلام. التضاد يبرز المعنى ويوضحه ايوه كده، بالظبط زي كل كده. اللي كنا بندرسها في البلاغه. ايوه. يعني هو الناس فاكره ان زغلول مثلا الشخصيه الاساسيه دي ملهاش لازمه قوي. لا بالعكس. بالعكس، يعني هي لو اتشالت عامله زي حسن حسني كده. ايوه. ايوه هو لازم يسند عشان الإفيه يتقال. لو اتشالت مش هنحس وعلشان برضه هي الشخصية العاقلة، هي الشخصية لو عايزة اوجه رسالة مثلا عقلانية شوية او صحيح. دينية او كده، بالظبط. هيليق عليها اكتر. او اه حتى طبعا. او حتى كول تو اكشن مثلا في اعلان او حاجة، او بقدم صح. منتج او حاجة، هتليق عليها اكتر، صح. تبقى واجهة حلوة. صح فهي التاني. لازم تبقى موجودة. وبعدين التاني ده بيتلخبط في اخر 3 ثواني اه يعني ده التاني ما ده بيقعد بقى بيستورش. يتأتأ ويعمل، اه يعني فهيفضحنا اه يعني. بالظبط ده كاركتر ما بيستورش يعني اللي هو يعني عارف. فهي لازم الشخصيتين يبقوا موجودين مم. يعني. طب فكرة وانت بتتكلم او انت ابتدت الكاركترات يطلع لها صوت. آم، عارف في حاجات اللي هو ايه، في حاجات على الكتابة حلوة مم. بس لو اتقالت الناس اه هتستقبلها زي اللي هو مثلا ايه يعني وقبل الكتابة كمان عندكم. في حاجات بتبقى في دماغي، انا عندي فكرة يا لهوي مش طبيعية، اجي اكتبها ايه القرف ده؟ ايه القرف ايوه اللي انا القرف بعمله بتحط ده؟ على الورق ده اه والله. او لحن كتير. مثلا، يا اه لهوي اللحن ده بص هياخد جوائز، اجي بالظبط. اسجله كده احس ايه ده؟ ايه اللي انا يعني بعمله لا في نفسي ده. خالص. يعني الحاجة ايوه مش يعني بتبان الا لما تبدأ تشوفها. ما انا كنت هقول لك بقى لو مثلا ايه عندكم فرايد تشيكن لو يعني الحاجات دي افرايد تشيكن دي على ما اتذكر كانت ارتجالية تقريبا، اللي يعني هو ما الدجاج كنتش مخططها يعني. المقرمش. ده هو الدجاج مش المقرمش فرايد تشيكن. المقرمش ده الدجاج المقرمش. انت بتضغم الشين مع وتحسه يا عيني اللي هو ايه عارف يعني خلاص يعني اه هيقرم دراع موظف خدمة العملاء بتاع اه الفراخ. كان والله انا مش عارف بصراحة وقتها كنت بفكر في ايه، يعني اكيد كنت جعان بس يعني مش عارف. يعني هو الصوت جه كده ايوه ما انا بتكلم في النقط دي اللي هي الحاجات اللي بتطلع دي. انا زي ما بقول لك على الورق الكتابة حاجة بس لما تيجي تقولها بقى اه الحدوته غير خالص تبقى يعني مختلفة. المقرمش يعني انا لو اه كتبتها المقرمش اه عادي مش لا مشكله يعني. مقرمش، ما هو عشان ما هو انا اللي بكتب برضه. وفرايد تشيكن دي تتكتب ازاي اصلا يعني انت بقى يعني انا نفسي يعني هو بتاع الكتابه مش عندكم عارف فرايد اكتبها ازاي. تشيكن، فرايد تشيكن ما يعني. هو مش هيليق عليه ان هو ينطق انجليزي كويس. لا مش صح. يعني هو هيليق عليه ان هو فرايد تشيكن. طيب السؤال فرايد تشيكن صحيح هو. طب سؤال تاني بالنسبه يعني قبل ما نخش في حته الترندات. شارك تانك. اه شارك تانك يعني انت فكرت في ايه وانت بتعمل الحلقه دي؟ يعني ايه اللي جاب ده يعني الحلقة دي اول اتمسحت 3 مرات عشان نعرف ننزلها. انا عايز اقول لك ان يعني اول لما عملت كده برومو زغاليل مع شارك تانك اللي هو الاول بقى كان شارك تانك ما شاء الله برنامج مسمع طبعا وكل اه حاجه فاللي هو كان وقتها في اللي وقت جاي في بال الترند، اي حد انت هتروح تاخد اوفر وبتاع. بالظبط لا اه هتاخد يعني مثلا اي انفست حلو كده جميل كده وتكبر البروجكت بتاعك ونفتح اليوتيوب يا عم نلاقي زغلول وقلقس يتكلموا مع الناس بتوع شارك تانك وبتاع وحاجه يعني عسل يقول له انت ارقامك كام يقول لي 0 10 يعني 0 اه 10 هو الموضوع ده كان متعب في المونتاج اكتر، ان نحاول جدا. تلاقي. هو الموضوع ده بدأ بالعكس شويه، ان احنا نحاول ان احنا نلاقي جمل قالها بتوع شارك تانك، ونبني عليها. يعني بنلاقي اجابات او اسئله هم قالوها ونبني عليها الحلقه. بالظبط. يعني الموضوع بدأ بالعكس، ويكونوا لابسين نفس اللبس، فغالبا يبقى نفس الحلقه او حلقتين نفس اللبس ايوه صح صح. عشان يظهروا بنفس البتاع. فالصعوبه كانت في كده. يعني مثلا ايه، حد من الشاركس بيقولوا مثلا ايه، آه، هايل هايل مش عارف، او مثلا ايه التركيز مطلوب جدا. يعني في التركيز مطلوب جدا دي انا بنيت عليها حاجه اصلا. يعني الموضوع بدأ بالعكس في الحلقه دي. طب واخد الموضوع ف... من الزاويه العكسيه خدت اه الشارك تانك بيقولوا ايه وطلعت عليه فانا اقوم بقى الافيهات. بني عليها اصلا الحوار اللي قبله. مين اللي جاب لك الفكره دي؟ جت منين ما يعني اعرفش. يعني شارك تانك فعلا كانت طلعت يعني ترند جامد جدا وبتاع ده هم عجبهم جدا. لا اه والله حد والله. كلمك منهم تواصلوا قال لك معايا والله. ما والمشكله اقترحوش كانت عليك اي اصل اي اصل انفستمنت انا بعديها؟ لا 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 والله، ده بالعكس هم فرحوا قوي بيها وانبسطوا بيها، البرنامج نفسه.
لكن هي الحلقه اتمسحت كذا مره عشان كوبي رايتس، عشان المزيكا اللي كانت جوه البرنامج، جوه اه البرنامج بتاع شارك تانك، اه المقاطع دي. ما اتعالجتش الحته دي. بس اه نزلت على اليوتيوب بقى وكده. بس كانت رهيبه بصراحه. الحمد لله. والله ما اعرفش، والله سبحان الله، في حاجات كتير ما بقاش عارفين هي، يعني بنبدا في الحلقه، في كتابه الحلقه، وانا مش عارف هي تنتهي على ايه اصلا. يعني يعني ببدا اكتب كده، الورقه بتبقى فاضيه سلمها بيضه. لله. طب انت بتعمل اللي عليك لا، هو اصل يعني. يعني زي مشاريع الكليه كده، ساعات بتبقى اللوحه فاضيه خالص. مش عارف بقى هبتدي منين في الحدوته دي. لو سبتها فاضيه ما حطيتش فيها قلم، هتفضل فاضيه. مش هتحط فيها يعني. صحيح. انت لازم تبدا وانت مش عارف، يعني لازم تاخد اول خطوه كده وانت لسه مش عارف، مش شرط خالص هتكون عارف كل حاجه. تمام. فهو المهم هي السر في البدايه بس والله. تبتدي وتتوكل على الله وبعد ابني بس كده. كده وهتحس ان الدنيا بتتكون يعني. يعني اول حاجه فرقعت معاك ايه في الكونتنت؟ اول في حاجه حسيت زغاليل. انها ضربت بقى يعني. في حاجات في الكوميكس قبل الحلقات خالص ضربت قوي. يمكن اول حاجه ضربت بزياده شويه كان بلايند ديت شو، كان امم عملته بين قلقس ونعناع. ده كانت كانت دي تقريبا تاني او تالت حلقه، تقريبا تاني حلقه عملناها خالص. ضربت يعني الحمد لله، وجابت مشاهدات عاليه وبتاع. آه، فانا فرحت بقى وبتاع، بس الحلقه اللي بعدها ما جابتش نفس المشاهدات. طب ما فدي الموضوع كانت مفيده قوي دي. امم يعني دي انا كنت فاكر ان كل الحلقات كانت دي بدايتي بقى في الحلقات، كنت هتكسر فاكر ان الدنيا اي بقى. ان خلاص بقى اي حاجه هنعملها فالحلقه اللي بعدها ما نجحتش نفس النجاح، نجحت ربع النجاح مثلا. ف فدي فادتني قوي. لا لا لا، ده الموضوع محتاج مذاكره اولا وتوفيق من ربنا قبل اي حاجه، يعني هي مش شطاره منك خالص، ده انت بالدليل انت عملت حاجه نفسها هي ما نجحتش يعني. ف... فلا الموضوع ساعات الحاجات اللي ما بتنجحش قوي دي بتفيدنا قوي، بتخلينا نرجع نعيد حساباتنا ونشوف احنا ايه المشكله بتعدل الاخطاء اللي هي يعني هي الموضوع كده، مفيش حد بيعمل كل حاجه بتضرب نفس النجاح يعني. حاجه زي نساح جبنه رومي دي مثلا. اما انا جاي لك في الكلام فيها يعني يعني هي برضو نجاحها كان غريب. ما سبحان الله هي ما والله. انا كنت هقول لك انا في جزء من المحتوى نفسه هي هو الاغاني دي حاجه يعني تانية خالص يعني. لا اه والله هو الترند يعني المحتوى كله ايه مش هقول لك ماشي يعني على ترند. ولكن هو في كتاب اسمه ستيل لايك ان ارتست. اه الكتاب ده يعني هو المنظور بتاعه ان انت يعني انت مثلا كصانع محتوى بتعرض لي فكره هي طول الوقت قدام عيني كلام انا بقوله. صح ولكن فجاه يعني انا بلاقيني بقول لك يا صح ابن الذين انت جبتها ازاي ما يعني صح. طول الوقت بقول لك ايه يعني نص الليل اكتئاب فبنخش نسيح جبنه رومي اه ونعمل سندوتشات والكلام ده كله. نشرب 2 شاي. نشرب 2 شاي. اه كنت واخد الكلام ده بالتوليفه دي اه ومسيح جبنه هي رومي. الاغاني ليها قصص تانية خالص بقى. يعني لما بشوف ان نجاح الاغاني كان مختلف بقى خالص عن اي حاجه. يعني في ناس مش عارفه عننا اي حاجه غير الاغاني اصلا. اه يعني بتنتشر انتشار غريب قوي، وخصوصا على تيك توك. وتيك توك فتح لنا برضو جيل، انا مخيف بالنسبه لي، اللي هو جيل مثلا 12 13 سنه، اللي هم ولا ده هم اطفال قوي، يعني داخلين على او 15 سنه الاي دي اللي هم ليفل. الجيل الاعدادي والثانوي، انا دول مش اه عارف اعمل معاهم ايه. حتى ايه يعني المحتوى اللي احطه لهم. وغالبا مش هعرف، يعني انا مش قادر اعرف هم برضو يعني هستهدفهم ازاي، لان الجيل ده متغير جدا جدا، وكل سنه عن التانية اهتماماته بتتغير. لكن الاغاني كانت بالذات مختلفه خالص. احنا عملنا كذا اغنيه. كنت فاكر ان هي ضربة حظ في اول اغنيه، كانت في اول اغنيه اللي اسمها سامعك يا اللي بتقول، دي كانت بدايه 2023. ونجحت نجاح حلو قوي وقتها. قلت ان دي بصراحه كده دي ضربة حظ. لما عملنا بقى، لما كل اغنيه بنعملها بفضل الله بتطلع ترند وبتطلع، يعني حتى نروح بالبيجامه دلوقتي الحمد لله ترند على راح تيك توك. بالبيجامه بالظبط. والساحه جنوري قعدت مثلا شهرين ترند دي مثلا، او خدت شهر خدت ونص وقت. ترند الحمد خدت لله وقت والله. كبير. وجابت مشاهدات يعني ملايين كتير قوي الحمد لله. فاكتشفنا ان لا، ان الاغاني ظهر كده ان احنا بنعمل اغاني حلوه واحنا ما نعرفش. طب فكره الاغاني برضو مشيت ازاي يعني انت برضو هي عملت فعلا زي ما حضرتك الديفلوبمنت. قلت كده، في حاجات في حياتنا اليوميه، آه، افكار بعرفها على فكره من السوشيال ميديا عادي، يعني بتتعرف من السوشيال ميديا الناس بتفكر في ايه كده، ما حدش بيتغني عنها وما حدش بيتكلم عنها.
فلما واحد يسمعها ايه ده، ده فعلا انا عايز اعمل كده، ده فعلا انا حسيت بالشعور ده قبل كده، من اول اغنيه الغيط مثلا. انا عايز اروح الغيط. حابب خلاص بالظبط. خدت القرار هسيبك وامشي بعيد يا حياة الكبار، انا عايز اه اروح الغيط. ما انا تمام. والله اللي تقريبا ف بشغلها خميس وجمعه يعني في الاجازه. كل الناس عايزه تروح الغيط اه بقى. بالظبط، مش عارف ما ليه. طلعتش انا لوحدي، اصل دي بتعبر عني بقى، يعني دي اغنيه، دي من الاغاني اللي بتعبر عني. تمام. ف... فلقيت بقى ناس كتير عايزين يروحوا الغيط وعايزين يسيبوا حياة الكبار، ولايقة قوي على اي حد تعب من دراسته او من شغله او كده. انت واخد الكلام نفسه اللي الناس بتقوله اه وملحنه. بالظبط يعني بالظبط. انت اللي هو مع ان الكلمات. يبقى فيه كلام سهل شوية ويتكرر فالناس تحفظه. امم يعني ونسيح جبنة رومي ونشوت شاي. تمام. فنكررها الاطفال بقى مش يتجننوا بقى قصاد الجبنة الرومي. انا بس يعني اخواتي كرهوني بسبب ان ولاد اخواتي بيكرروا الاغاني قوي. تسببت في استهلاك كبير في الجبنه الرومي والله. بدون قصد. بيكرروا الاغاني. ف... فلا حسيت الحمد لله الاغاني دي كانت سكه حلوه قوي. وكانت مميزه مبسوط بيها. طب سؤال بالنسبه للكريتيف دايركشن بقى، اللي هو فكره اه وانت بتخرج الحلقه، يعني انت لسه بتقول انت الاغنيه بتعبر عنك، لو انا عايز اروح الغيط. بس يعني بشكل منطقي الغيط مش مزارع دينا، يعني عشان بس نبقى اه متفقين. يعني انت الكادر جايب انا عايز اروح الغيط وهم بينطوا، اه وفي يافطه مكتوب عليها مزارع دينا. هو فمش ده كل الغيط. الاغاني بيبقى لها سبونسر. يعني ما هو اكل عيشنا برضه. ما انا ده فاهم. جواها اعلان يعني. هنيجي للحته بتاعت السبونسر شيب، بس الفكره نفسها يعني حتى هو اوفر اول، يعني الاخراج بتاع الحلقات اه نفسها، يعني حتى ده طبعا عارف. مشارك فيه طبعا خالد، يعني خالد اه حسن في الارت دايركشن يعني. يعني بنحاول نتكامل، بس هو الموضوع بيحاول يبقى بسيط قدر الامكان، يعني حاجه كده بسيطه حتى عشان الانتاجيه. يعني حتى عشان مبقاش. نعمل، احنا في ريلز بننزلها اسبوعيا وكان اكتر من ريل في الاسبوع. فاحنا لازم نعمل خلطه كده، ان هو في ليميت حد ادنى صح مش هنعمل حاجه تاخد مهرجان، تاخد جوائز في مهرجان يعني. ولكن احنا بنخاطب جمهور في ليميت حد ادنى لجوده المحتوى، مش عارف انا ليه مما يتوافق سمعتها. مع الانتاجيه بقى. انا ليه سمعتها من خاطب جمهور وكلمه مهرجان، قلت بس هتغنوا مهرجانات، لا فعارف لا اللي لا. هو يعني مش الدرجه دي. لسه الخطوه دي. صح. يا رب ما تجيش عشان تبقى متفق. بس انا يعني بصراحه، طب انا عايز اسال على حاجه تانية، يعني بعيدا عن السبونسر شيب والكلام ده لسه. بس ساعات بيجي لي فضول كده، اللي هو ازاي براند زي ده ما يستغلش او ما يتعرضش عليك شراكه او تعاون لا مع تعرض يعني براندات الاطفال، اللي هي اه يعني بدون ذكر اسماء، بس عامه البراندات اللي هي بتصنع منتجات الاطفال بتاعه الاكل الاغذيه بالذات ايوه يعني. ايوه. لا بس اتعرض حاجات كتير انا حابب بصراحه. سيريلاك قوي يعني عشان يعني لا يعني نفسي يعني، بس قلت من غير ذكر اسماء، بس يعني اه مش عارف امسك نفسي. ماشي. والله هو يعني هو اولا فكره السبونسر شيب دي بنركز عليها لان دي يعني اكل عيشنا برضو. اكيد. تمام. هي الصعوبه بقى في الاغاني بالذات، انت تعمل ثلاث حاجات. اولا اغنيه في حد ذاتها، هو في فرق بين ان اغنيه اعلان واغنيه برعايه حاجه. يعني مثلا زي امم الاغاني اللي بنشوفها في رمضان مثلا، في ممكن تبقى اغنيه ما يتقالش فيها اسم البراند اصلا في الاخر الا اخر جمله خالص. تمام. تمام. لكن هي علشان الاغنيه تجو فايرال وتبقى منتشره، هي لازم ما الناس ما تحسش قوي ان هي اعلان. بالظبط. ناس تعرف تشيرها. الناس بتعمل معاها لانها اغنيه اه مش بالظبط. اعلان. يعني الناس تعرف تشيرها وناس تعرف تحس نفسها جواها وكده. فدي الأغنية برعاية، غير لما يبقى أغنية مثلا، يعني مثلا ساحة من رومي كانت برعاية مرسول مثلا. امم فلو كانت أغنية إعلان كنت هتلاقيني بقول مثلا مرسول مرسول مرسول، عايز الناس اه تحفظ الاسم أو الناس الاسم. تكرر الاسم. مهم. لكن برعاية بتبقى مختلفة، ممكن ما تذكرش أصلا، يتذكر مرة واحدة. ممكن بقى في الارت دايركشن يعني في الإخراج، في الإخراج نفسه يظهر شوية اللوجو بتاعهم طبعا، يظهر شويه ان الكاركترز بتشتري حاجه مثلا من المحل ده اللي احنا عاملين له اعلان مم. وهكذا. فالصعوبه كانت ان انا ازاي اعمل حاجه اعلان في نفس الوقت دمها مش تقيل، لان الطبيعي ان الناس مش بتحب الاعلانات خصوصا صحيح. المباشره. صحيح. ف يعني فكانت ده التحدي، ان انت تعمل حاجه اعلان ولكن بدون ما يبقى باين انه اعلان. اعلان بس مش اعلان، اه والناس تحبه. حلوه دي. فصعوبه بصراحه. طب السؤال تاني، فكره الاعلان، انت السبونسر يعني ممكن، لان ده شغل كريتيف اولا واخيرا، اه والمعلن بيبقى هدفه دايما ان الاعلان ده لا انا عايزه بشكل معين، او مثلا ممكن يعني قد يتدخل في بعض التفاصيل او طبعا ما تعجبوش بعض التفاصيل. طبعا. تحلوها ازاي بقى في الحته دي؟ انت بشغلك انا عايزه يطلع بالشكل الفلاني وشايف ان ده حلو، وهو شايف ان انا عايز مثلا هو احسن نتيجه. يعني هو يعني الحمد لله ان اللي بيشتغل بيجي يشتغل بيبقى يعني الكلاينت او حاجه بيبقى واثق فينا شويه. الحمد لله.
وباقعد اقول له والله المشكله دي لو طلعت وحشه احنا هنتضرر اكتر منك. يعني هنفترض ان الاعلان ما نجحش او الاغنيه ما نجحتش، انت ممكن صحيح. هتتضرر مره واحده بس، لكن هتتضرر مرات كتيره قوي عن طريق ان ما فيش حد هيجي بعدك اه، هيعمل شو، فاحنا خسرنا عملاء اكتر بكتير. انا جربتها اصل في كتابه الاعلانات احيانا بيبقى فيه، يعني انت عايز تكتب حاجه معينه اه وبيكون في تداخل مثلا من هو جهه هو كده معينه. كده لازم في تدخل، وانا متفهم، اه، وانا متفهم ده. التعديلات مقبوله. اه اه، لكن في حاجات انا برفضها تمام. خالص كتير. كتعديل ولا من بابها بقى؟ يعني اقول لا دي مش هتنجح، دي مش هتنفع، مش هينفع نقول اسم البراند اكتر من كده، مش تمام. هينفع ان احنا نقول الجملة دي. هو يعني فبيسمعوا كلامي الحمد لله. ساعات بتبقى شخصيتي قوية. اه، ساعات. عارف كان محمد هنيدي في المسرحيه في الفيلم بتاعت دي كده مسلسل كان عامله له، كان الفيلم بتاع فؤاد المهندس. كان الفيلم في بتاع ايه؟ الفيلم، كان في فيلم بتاع فؤاد المهندس اه أرض النفاق، عملها اه مسلسل كده في اه مشهد معين هو طالع يغني كلمة واحدة: اه افتخار 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 افتخار. عارف اللي هو تحس ان في اه لا، ساعات في تيجي في لك بقى واحد في ناس بتبقى في، يعني قافش في في كلاينتس الحتة بتبقى دي، عايزة كده بقى. وعايز يطلع تغني انا افتخار دافع. افتخار افتخار، انا اه دافع. اه اه، بس الحمد لله يعني لما بيشوفوا ان في حاجات نجحت وهي مش كده، فبيبداوا على طول يتفهموا ده. طيب الحمد لله. فالحمد لله يعني ريفرنسز. ربنا ما يوقعنا في كلاينت وحش. يا رب، يا اللهم رب. امين. اه طب في شخصيات بقى يعني تحس انها يعني نجم الجماهير، ابو ست شعرات الحلو الامور المسمسم، حلم كل البنات، اه قلقس ده حاجه. قلقس، انا بغير منه. ده انت بتغير من اه قلقس، يعني مش عايز اقول لك يعني والله طموح بنات كتير قلقس. فبس الفكره في كاركترات تانية حاسس ان هي ايه، مش ظاهره، اه او دي مهضوم حقيقة حقها فعلا، شويه. دي حقيقة صح. لأسباب كتيرة. مهم. يعني أولا مش عارف والله أقول إيه، بس يعني كل شخصية من دي محتاجة صوت، محتاجة كتابة، ومحتاجة و... وانا ببقى حذر شويه في فكره الكتابه، ان انا من التوسع اخاف افقد سواء الجوده او الهويه بتاعه المحتوى. لكن بيظهروا ساعات في الكوميكس عشان بدون صوت صحيح. وبدون كده تجهيزات ليها. لكن انا نفسي اعمل طبعا، يعني في شخصيه السيد بصل اخضر، احلى تحيه للسيد بصل اخضر، والست لوبيا عشان انا بخاف من الست لوبيا. طيب. هما يعني في زغلول والقس ونعناع، دول اشهر ثلاثه. دول الثلاثه الاساسيين بالنسبه لك، بالظبط. في بقى زغلولة، تمام، دي برضو ايه على الله حكايتها كده، ماشي. وفي سيد بصل اخضر ابو نعناع، عارفه وفي ده. الست لوبيا. ابو طاقيه وشنب، ده شنب سيد بصل اخضر ابو اه. شنب ده، ماشي. وفي الست لوبيا، تمام. وفي الست لوبيا دي يعني هي تعتبر اللي مربيه نعناع، تمام. مهم. وفي حاجه خبيزه. انت عامل لهم هيستوري بقى يعني. يعني لحد ما يعني، بس الهيستوري بتتغير على حسب اللي انا يعني ايه، على حسب على الظروف. حسب الظروف. وفي الحاجه خبيزه. بس كده، دول السبع شخصيات. مش عارف انا قلت سبعة ولا قلت كام، بس هم دول. حوالي 7 تقريبا. طب هو ده. طب الديفلوبمنتس بتاعت الكاركترز، يعني انت ما بتفكرش ان انت تكبر العيله بتاعت زغاليل دي؟ حاجه. الحاجه التانية هما سؤالين في بعض معلش، هل ما فكرتش ان ممكن يجي عليها وقت وتبقى مسلسل كرتوني في رمضان مثلا؟ لا هو ده كان مطلب بشوفه كتير في الكومنتس يعني. صح، على كان الفطار. مطلب اشوف مسلسل تنافس رامز وكده. والكبير الموضوع بقى. مش سهل يا جماعة كده كده والله. احمد مكي خلاص كان اخر سيزون، فالمساحه فاضيه قبل الفطار خش حاجه. والله لو حد عنده يمول، انا بوجه رسالتي لكل المستثمرين، عايزين تعملوا مسلسل تحت امركم يعني. بالظبط. بس هو يعني ناس فاكرة ان مسلسل دي كلمة سهلة. محمد رمضان وقلقس، يعني عارف لا محمد ده خلاص، ده هتروح خلاص. عليه بقى بالظبط، خالص. بالظبط، لا خلاص لا احنا كده لا قدام. لا يعني مع كامل الاحترام بس للفنان هو محمد الناس رمضان، يعني، في ناس خلاص. فاكره ان فكره المسلسل او انيميشن دي سهله شويه. هو ما بيبقاش بسهوله التصوير. مم. يعني انا عايز اعمل محتوى، ان انا ارسم واعمل، وفي برسم خلفيات وبظبط وبكتب وبتاع، بيبقى يعني خطواته اكتر بكتير، والانيميشن وكده خطواته اكتر بكتير من ان انا هعمل محتوى مصور. فالناس ما بتبقاش واخده بالها قوي من النقطه دي. ف... فالموضوع مش بالسهوله دي. والناس فاكره ان احنا بقالنا 20 سنه شغالين. لا يا جماعه، احنا لسه يعني لسه ستيب باي ستيب يعني. يعني والحمد لله انا راضي قوي. انا عموما انا شخص بحب النمو البطيء. هو ربنا يزيدك، لان هو يعني ده بيبقى النمو الصحيح، ان انت بتكبر واحده يعني واحده يعني. حياه بسيطه، اه، المتعه في الرحله والجو ده. ايوه، بس المتعه في الرحله فعلا والله. انا بعد ما اخلص مثلا اغنيه وتتعرض بحس اني متضايق يعني.
لا والله. يعني المتعة في إن أنت ما بتعمل قبل أنت أثناء بتعمل الشغل يعني. الشغلانة نفسها، أنت يعني مستمتع بالشغلانة. شغلانة خلصت خلاص ما باسمعش الأغنية تاني ما أصلًا. أنا نفس القصة، مستمتع جدًا باللقاء معاك، يعني ما والله أعرفش ده أنا يا لهوي! اتكلمت تاني يا لهوي والدنيا هتمشي ده إزاي، والله بس يعني والله أنا أكتر والله. عارف الحياة حلوة، يعني الحمد في هات لله، وخُد كده الحمد وفي لله. كلام جميل يعني. حتى أنا تقريبًا خلّصت الشغل بتاع الإعداد وأنا شغال، يعني تحس اللي هو الكلام ده مش مكتوب في الإعداد، بتجيب الكلام ده منين؟ لا والله أنا اللي مبسوط جدًا والله. الله يخليك يا حازم. طب الnext projects بقى، آه. ناوي على إيه بعد كده؟ الخطوات الزغلولية القادمة؟ الخطوات الزغلولية القادمة، والله إحنا ناويين إن شاء الله إن تبقى 2025 لو لينا عُمر يعني، تبقى نقلة مختلفة شوية. مش هاقدر أقول تفاصيل أوي، لأن لسه في حاجات أنا أصلًا ما أعرفهاش، ولكن يعني المفروض يبقى في تنوُّع أكتر في الcontent وتنوُّع أكتر في الشخصيات وفي العوالم اللي بنتكلم فيها، سواء هيبقى على زغاليل نفسها أو حاجة تانية موازية. هنحاول إن إحنا نستهدف فئات مختلفة شوية. ممكن نستهدف لسه ما أعرفش يعني لسه بافكر يعني. فئات ليها علاقة بالكورة مثلًا، فئات ليها آه، علاقة نعمل سلسلة رعب مثلًا يعني. الرعب. يعني في حاجات المهم إن إحنا بإذن الله كل مدى الteam بيكبر وكل مدى بنقدر الحمد لله نستهدف ناس أكتر. ده اللي أنا يعني ده اللي أنا باستهدفه دلوقتي. يا مع رب. الأغاني بقى، مع على الأغاني. خير والله، على خير، كل عايز أعمل ما ألبوم. عايز تعمل ألبوم زغلولي صغنون. والله mini ألبوم كده حلو. والله أنا شخصيًا يعني واحد من الbig fans، نفسي يعني في حلقات كرتونية، ما أعرفش بقى تبقى في رمضان أو تبقى على يوتيوب، تبقى يعني حلقات كده برضه فيها moral بإذن الله حتى لو نعمل كده. خفيفة، أو مجلات بإذن بصفتي الله. من لأ هواة ممكن القراية شوية. الحلقات، يعني ممكن الحلقات إن شاء الله فعلًا ممكن آخُد خطوة كبيرة فيها. يا رب على خير. بس إحنا عشان مشغولين دايمًا بالreels والمقاطع القصيرة وكده بتنتشر أوي. طب الحمد لله. والله الحمد لله، ودايمًا يا رب في نجاح وازدهار وازدياد بإذن الله تعالى. ما عنديش حاجة تانية يعني أطوّل عليك بيها أكتر من كده، أنا واخد من وقتك وأنت لأ مسافر وقت إيه، لأ ده وجاي والله لأ من ده آخر كوكب الأرض لأ والله كوكب درجة الأرض ولا حاجة ده. الحرارة 40، ظروف رهيبة النهارده لأ يعني، تصوير والله ده شوية. أنا والله مبسوط جدًا، ما كانش ينفع يعني أفكّر أصلًا، جيت على طول بدون تفكير والله. ربنا يخليك يا رب حازم. وعايز أشكر ماما طبعًا. والله ربنا ماما يديها حبيبتي الصحة يا دي، رب ماما دي يعني. هي أهم جمهور، أهم حد بيتابعني، وعلى فكرة هي نظرتها فنية جدًا، و وباخد رأيها بجد يعني. أنت قُلت لي إنها كانت أكتر حد داعم جدًا للحدوتة. هي أكتر حد داعم فعلًا والله. فأنت حتى لمّا عملت الcareer shift هي كانت متقبلة ده جدًا. وهي تقعد تقول لي: "هو ألقَس مش يعني ما أدّاش دوره كويس ليه؟" مش عارف إيه. لأ والله هي تقعد تقول لي: "لأ دي كانت محتاجة تتقال أحسن من كده، حركات نعنعة في الحتة دي مش يعني داخلة في المخرجة أنت أفكّر أنت بعد كده عندك art أكتب director اسمها في يعني. البيت يعني لأ خلاص. فبصراحة ماما أنا باهتم جدًا برأيها والله. ربنا يعني يبارك في عمرها يا رب ويديها والله يا الصحة يا رب. رب ربنا يبارك فيها يعني. ربنا يكرمك يا رب. من مكاني هذا أحب تحية خاصة. كلنا والله، حتى يعني أسرة الإعداد النهارده كمان، ربنا يبارك لك فيها يا رب حازم. بس كده. طيب مش هاطوّل عليك أكتر من كده، والله هاسيب الوقت عدّى بسرعة. يعني ساعة بس، يمكن أكتر من ساعة والله ما أنا عارف، بس أنا مبسوط بالقعدة. والله أنا كمان. آخر حاجة أنا هاسيب لك الكاميرا بتاعتك اللي في الوش، تقدر بقى يعني ازيكم يا أقطع عليك. جماعة. بالضبط كده. معاك 30 ثانية دقيقة اللي تحب تقوله لنصايح ناس عايزة تبتدي تعمل مشروع، تعمل فكرة، آه. ومتلخبطين ومكلكعين الدنيا، آه. علشان الناس بتحس إن أنا محتاج تفاصيل كتير أوي، 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 عشان أبتدي مشروعي ينجح ويكبر، وخطوات الإحباط والعقبات آه. والكلام ده كله، فبتكسل وبتهبط عن بعض الأحلام اللي ممكن تبقى فعلًا ممتازة يعني. إمم. يعني عملت لك يعني هو briefing كده يعني أولًا يعني أنا مش أهل أوي للنصيحة يعني، ولكن على قد ما أقدر أحاول أقول إن أول حاجة الواحد يضبطها النية، نية كل حاجة هو بيعملها، ده اللي هيصبّرك ويهوّن عليك كل خطواتك وكل تعبك. أنت نيتك إيه؟ اللي هو حتى مع فشلك أنت بتحقق أو مش مع فشلك، مع عدم تحقيقك للنتايج اللي أنت منتظرها، أنت still بتحقق الحاجة اللي طالما النية كويسة وطالما بتحاول تتقي ربنا في اللي أنت بتعمله. ف فدي أول حاجة تضبطها، والنية دي بتضبط كل حاجة بعدها. ثانيًا اللي بيكون فعلًا عايز حاجة و ومؤمن بيها، هو بيحفرك وبيعملها أيًا كانت على قد ما بيقدر طبعًا يعني، أيًا كانت ظروفه، فهو تلاقيه بيخش وبيعمل وبيدوّر وكده. فالموضوع بس هو يعني الموضوع هو البداية. آآ
البداية هي اللي بتوضح كل حاجة. يعني محتاج تجرب وتدخل تاخد أول خطوة، وهي دي السحر. يعني أول خطوة دي السحر. وما فيش حد فينا عارف يعني مفيش حد فينا عارف صورة كاملة. مفيش حد فينا كانت الأول كل حاجة فيها شبورة في الأول كده، ضبابية جدا. مهما صحيح. كان الشخص ناجح في شغله، هو في الأول كان مش عارف هو عايز إيه بالظبط. فهو ما عرفش إلا بعد التجربة. فالنصيحة إن هو ما تقعدش فاضي. اوعى تقعد فاضي خالص، اوعى تسيب نفسك لدماغك ولفراغك ولإحباطك. والله بجد انزل اعمل أي حاجة خالص. بقول لنفسي برضو كده. وخليك متفائل. شكرا جزيلا، بس خلينا كده. متفائل وهنخلينا متفائلين الحمد لله. ربنا وبنتوكل على يستر. الله، وربنا كريم في اللي جاي ان شاء الله. في ختام الحلقه حابب اقول شكرا لكل الناس اللي وصلت لنهايه الحلقه معانا، وشكرا لحازم مره تانية. في الديسكربشن هسيب لكم لينك قناه زغاليل على يوتيوب، هسيب لكم برضو في الديسكربشن لينك الفيسبوك للي لسه غلطان لحد دلوقتي وما تابعش يشوف الكونتنت ويتابعهم باذن الله تعالى. شكرا جزيلا، ونشوفكم على خير مع ضيف جديد في عالم صناعه المحتوى. مع السلامة. بس كده.